أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. لا عفاريت ولا تماسيح، هكذا رد مصطفى بيتاس وبقوة. المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد أن الحكومة الحالية تشتغل وتباشر الإصلاحات دون أن تختبئ خلف مصطلحات مثل التماسيح والعفاريت. بيتاس شدد على أن الحكومة لا تشتكي من أي عفاريت، معتبرا أن المعارضة مهووسة بشخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكثر من مناقشة السياسات العمومية. فما خلفية هذا التصريح؟ نخليكم مع الفيديو من بعد لايك والاشتراك في القناة. إلا كتبعوا أنتم أيضا كتشتغلوا بنفس النسق، وأنه ما عمر ما كان شي تسمية من المسميات نقولوا راه ما عملناش لأنه كاين كذا وكاين كذا. ما عمر ما تشكينا لا من تماسح ولا من عفاريت ولا من فيالة ولا من أي شيء. نحن نؤدي الرسالة كما هو متعاقد عليه مع المواطنين. السيد الرئيس يبذل مجهودا مضاعفا، والأمل هو أنه نرفع من مستويات التنمية عموما، لكن المسؤولية السياسية ديالنا هي مسؤولية أيضا قائمة في أننا نساهم مساهمة حقيقية في أنه الخيار الديمقراطي اللي هو ثابت من ثوابت المملكة المغربية، والذي جلالة الملك يعني أولاه أهمية قصوى. هذا الخيار الثالث وهذا الاستقرار السياسي الذي يرعاه جلالة الملك هو مهم جدا، ولذلك هذا الحزب يشتغل كمساهمة منه في هذا المسار. دابا الآن قال السي الحسن أين هو البديل؟ أين هو البديل على مستوى البرامج؟ البديل هو أنه فيما يكون شي منجز حكومي معين أو لا يدير السيد الرئيس شي برنامج ناجح، نشوفوا البرنامج في النهار الثاني ونشوفوا خرجة إعلامية. حتى الآن دابا كنتسائل واش معارضة الحكومة بالليفت بردود الأفعال ماشي هذا هو العمل، وهذا الذي ينطلي على المغاربة. العمل هو أنه خلي الفاعل اللي مسؤول واللي مطوق بالأمانة الانتخابية وبالدستور خليه يدير شغله، ثم بعد ذلك جيب انت البديل. قل أخطأ هذا الفاعل هنا ونحن نقترح هنا، ما يعني نقترح في هذه النقطة كذا وكذا، ولكن ما يمكنش تكون هذا الهوس بالسيد رئيس الحكومة. خرج اليوم غدا نخرجوا في الصباح بالزربة مع 10 الصباح أجيو باش نغطيو. ماشي هذه هي السياسة، ماشي هذه هي الأخلاق ديال السياسة. السياسة ما كتمارش بهذه الطريقة هذه. لذلك العمل يجب أن يستمر وهو مستمر. وأنتم بغيت نوصيكم واحد الوصية، وأنا عارفكم هذا الشيء اللي غنقول لكم راكم كديروه. رجعوا للأقاليم ديالكم، الجماعات ديالكم، الدواوير ديالكم، أنتم متيقنين من مسألة أساسية، وهي أن هذا الحزب يشتغل من أجل ما ينفع الناس، وأنتم تشتغلون من أجل ما ينفع الناس. وما تخليوا حتى شي حاجة تأثر فيكم. العمل، القرب من المواطنين، الاستماع للمواطنين، وسيستمر المسار. شكرا لكم.